صديقي طالب اولى اعدادي، انا عارف ان الجزء بتاع الكشوف الجغرافيه اللي في الدرس الاول يعني صعب شويه وانت بتواجه صعوبه وانت بتذاكره. عشان كده دلوقتي انا لخصته لك وعملته لك بطريقه اغنيه بسيطه جدا كده، هتقول ورايا هتلاقي نفسك حفظته خالص. بص بقى يا سيدي، اول حاجه دلوقتي هنتكلم عن دور مصر. هقول له كده: عصر المصريين القدماء، عندنا رحالة ومالك حرخوف ومعاه نيخاو. هنبدأ بحرخوف، عمل 4 رحلات وجهها للجنوب، وده كان أول مصري هيقوم باكتشاف قارتنا الإفريقية. هنخش على نيخاو، ده نيخاو رقم 2، بعت بعثة وهيدور حول قارة إفريقيا. بدأ من البحر الأحمر، وده جه من جبل طارق، قعد 3 سنين، وده وصل المصريين إلى دولة السودان والقرن الأفريقي، وامتد التأثير حضارتنا المصرية لغرب قارة إفريقيا وأعالي منابع النيل. وده كده كان الجزء الأولاني عندنا من دور مصر في اكتشاف قارة أفريقيا. قول بقى رأيك دلوقتي في كومنت، هنزل لك بقية